عشان تنفذ بند السيراميك او البورسلين قلنا البند ده لازم تكون مجهز له كويس جدا. المباني بتاعتك او المحاره لو بايظه في الغرف هتبهدل لك الدنيا، هيظهر معاك عيوب ومشاكل السيراميك هيفضحها. ولو في غلاءات لازم تعرضها يكون واحد، ويفضل يكون في لوحات شوب دروينج، لوحه باين فيها طريقه الرص بالملي وفين اماكن الغلاءات بتاعتنا في الحوائط او الارضيات. وبعد كده نبدا في التركيب. هتلاقي الصنايعي بيسالك هتركب عادي ولا على سن مسطرين ولا صلايب وكليبسات. الصلايب والكليبسات ميزتها انها بتظبط المسافه الفاصله ما بين كل بلاطه والتانيه، وبيسموها عرموس، فبتوحده وتخليه مقاس واحد شارب جدا. ولو ركبت على سن مسطرين الصنايعي بيحاول يظبط المسافه دي او العرموس ده على قد ما يقدر، فالطريقه دي مش دقيقه قوي، ويفضل تشتغل بصلايب او كليبسات. قلنا ظهر البورسلين بيكون ناعم وظهر السيراميك بيكون خشن، فلو هتركب سيراميك في الارضيات او الحوائط يفضل تمحرهم بالكامل وتلزق البورسلين بماده بتكون اقوى وافضل. ولو عملت كده وانت بتركب سيراميك ده يفضل برضه ويكون احسن، بالذات في المقاسات اللي بتكون كبيره. بس ارجع اقول لك كل حاجه ليها تكلفتها. يفضل في ركب الاعمده عند السوك تستخدم عود زاويه اكسسوار عشان تظبط علاقه البلاطات مع بعضها، او تشطف البلاطتين على زاويه 45 وتجمعهم مع بعض. بس الكلام ده عايز معلم. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.